يا صباح الفل والهنا والجمال والرضا على احلى بنات في الدنيا. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طمنوني على اخباركم، يا رب كلكم تكونوا في اتم صحه يا رب واحسن حال. قبل ما نبتدي الفيديو زي ما اتعودنا، ما ننساش نحط لايك للفيديو ده، واللي لسه مشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك معانا من كلمه اشتراك الموجوده تحت الفيديو باللون الاحمر، علشان عيلتنا الحلوه تكبر بيكم. المره دي عملت لكم فيديو صغير اهو، بصوا مالكوش حجه بقى، يعني كل الناس تتفرج على الفيديو تنزل حالا دلوقتي تشترك في تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه للناس الجديده طبعا. واهلا وسهلا بكل الناس القديمه وكل الناس الجديده. مرحب بيكم كلكم. طيب، عملت لكم المره دي فيديو قصير كده شويه علشان كنت حابه اشوف التفاعل على الفيديوهات. يعني قصدي ان انتوا حابين الفيديوهات الطويله اكتر او الفيديوهات القصيره اكتر. فحاولت ان انا اضغط لكم الفيديو على قد ما اقدر. طبعا هو الفيديو مدته كبيره جدا، بس حاولت ان انا اضغطه على قد ما اقدر في وقت يكون صغير، علشان الناس برضو اللي بتشوف من باقات. في ناس بتتفرج من موبايلات، مش كل الناس بيبقى عندها باقات واي فاي في البيت. فيعني حبيت ان انا اشوف الموضوع المرة دي هيكون في التفاعل عامل ازاي. خلاص. ده تكملة اللي هو الفيديو بتاع امبارح. طبعا بقية الحاجات اللي جوزي كان جايبها لآدم من شقة مامته. كانت يعني كنت مطلعاها بفرزها يعني، وكده كان جايبها لي في كراتين. اللعب بتاعت آدم والحاجات بتاعته، فكنت بفرزها. وبشوف بقى ايه كل حاجة بقى ايه برجعها مكانها. يعني كنت بشوف بقى اللعب بتاعت ادم بدخلها مكانها، البلاستيكات مثلا بدخلها مكانها، كل حاجة بدخلها مكانها يعني. بصوا يا جماعة، للأسف 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 يؤسفني اقول لكم ان الازاز بتاع السفرة بتاعي اتكسر في العزال. يعني من ضمن الخسائر اللي انا خسرتها فعلا في العزال الازاز بتاع السفرة. هو للأسف هو دلوقتي عامل مبلغ، يعني مبلغ كبير عشان اعمل ازاز زي ده. ممكن يخش له مثلا مش اقل من 1500 مثلا. لان السفرة بتاعتي عريضة، السفرة بتاعتي 2 متر تقريبا عرض في طول، يعني طولها 2 متر وعرضها مش فاكرة تقريبا 60. فللأسف هي اتكسر من ضمن الحاجات اللي انا خسرتها في العزال. يعني هو نزل، عايزه اقول لكم، من الشقه سليم. ونزل الحمد لله 4 ادوار، نزل سليم. بس للاسف وهم بيربطوا على الحاجه وهي في العربيه، للاسف الازاز طق واتكسر زي ما انتم شايفين كده. يعني وصل لي بتاع 10 حتت مثلا. بس للاسف انا ما عنديش اي امكانيه دلوقتي ان انا اقدر اجيبه. فحطيته للاسف برضو، مضطره ان انا احطه بالشكل ده. علشان الخشب بتاع السفره برضو اقدر ان انا احميه، لان الخشب ده مع الوقت ومع ان انا مثلا مع التلميع والحاجات دي الخشب ده بيطقطق وبيبوظ. فحطيته كده مؤقتا. انا عارفه طبعا انه غلط، بس على قد ما بقدر طبعا بخلي بالي ان ادم ما يكونش قريب من المكان ده. عموما احنا كده كده اصلا مش بناكل عليها يعني. فعلى قد ما بقدر انا بخلي بالي قوي انه محدش يجي جنب السفره دي يعني. بس ربنا يقدرني ان شاء الله ونقدر ان احنا نغيره يعني. هي السفره جميله جدا وخشبها حلو قوي قوي، عشان كده الحقيقه ما حبيتش ان انا اغيرها. بس خلصت طبعا كل الحاجات اللي على السفره، وخلصت كان في طبعا زي ما شفتوا كده الارض كانت متبهدله بمعنى الكلمه، من كراتين للعب ادم لحاجات كتير. فلميت بقى طبعا كل الحاجات اللي محتاجه تتلم، والكراتين دي فضيتها وطبقتها ودخلتها تحت السرير خلاص. وبعد كده بقى لميت كل الزباله بقى، الحاجات اللي هي مثلا متكسره، حاجات ملهاش لازمه، مش عارفه ايه. رحت طبعا لميت كل الحاجات دي ورميتها. بالنسبه للعبه بتاعت ادم طبعا كان في حاجات بقى زي كوتشينه او حاجات زي كده، لميت بقى فرست كل حاجه ولميتها مع بعضها وحطيتها له مع اللعب بتاعته في اوضته. بس كده لميت طبعا كل الزباله دي وطلعتها على بره، ونزلتها على طول يعني في الباسكت اللي هو بره الشقه يعني. وبعد كده قلت همسح بقى الارضيه. بصوا يعني فيديو، بصوا في منتهى يعني بصوا السرعه، يعني ما شفتوش حاجه اسرع من كده. طبعا هي عايزه اقول لكم الصلاه بالمنظر ده خدت مني وقت كبير طبعا. بس انا حاولت ان انا انجز بدري. انا بحب قوي اصحى بدري اليومين دول، الحمد لله يعني ربنا يثبتها. ربنا يثبتنا على الوضع ده بجد. بس حاولت ان انا اصحى بدري على قد ما اقدر علشان انجز يعني يومي يبقى فيه وقت كبير ان انا انجز كذا حاجه مع بعض. بس زي ما قلت لكم كمان يعني. من ضمن بقى الحاجات برضو اللي انا خسرتها بصوا، يعني هو الحمد لله الحمد لله انا فعلا حاجتي وصلت زي ما انا خططت لها بالظبط وكل حاجه. يعتبر ما فيش عندي اي حاجه اتكسرت غير بس ازاز السفره، هو طبعا بمبلغ وكل حاجه، بس يعني ده نصيبه الحمد لله. الحمد لله اني ما جتش في اي حاجه تاني. الحمد لله اني ما جتش في ابني او في اي حد فينا. كل اللي يجي في اي حاجه جماد يعني مقدور عليها الحمد لله يعني. بس
بس الحمد لله ان عزالي بنسبة مثلا 98%. وصل كله سليم، مفيش اي حاجة ضاعت مني، بس غير يعني هما حاجتين بس اللي حصلوا في العزال. الازاز بتاع السفرة اتكسر، وكان عندي طبق كده كبير ألمونيا، طبق عشاء، عارفين انتوا اللي هي الاطباق بتاعه العشاء الكبيره. كان عندي طبق كبير برضو للاسف ده ضاع، معرفش هو، عايز اقول لكم ان هو اختفى تماما، مش لاقياه خالص. ولا عندي، وحتى سألت الجيران عندي في البيت القديم برضو مش موجود، محدش يعني عارف له اي اثر. بس طبعا وارد انه ممكن يكون ان هو ضاع او مش عايزه اقول اتسرق، بس هو ممكن يكون ضاع مننا، لانه طبعا من ضمن الناس العمال اللي كانت بتطلع وناس بتنزل والحاجات دي كلها، وسط التوهه دي كلها، فوارد طبعا ان ممكن اي حاجه تحصل. بس كده انا خلصت الصاله، بصوا رجعتها زي الفل وجميله، ومسحت الارض والدنيا بقت زي الفل اهي. بس كده شايفين الجمال. خلصت، وخلصت طبعا، خدت كمان معايا الطرقه في طريقي يعني. وزي ما قلت لكم انا بمسح الوقت ده بالجنرال، ده احلى حاجه عندي، بتنضف وبينضف وبيرغي. عايزه اقول لكم بس انا اكتر حاجه مش بحب احطه على ميه، بحب احطه مباشر كده على الارض. بيخلي ريحته بتكون مركزه اكتر، وبتكون ريحته قويه جدا في المكان. بس رشيت اخر حاجه خالص معطر زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، بحب قوي افتح الشبابيك الصبح كده وايه واسيبها بقى كده، بص بتنور الشقه. بس لميت بقى الغسيل بتاعي اللي انا نشرته معاكم الفيديو اللي فات. لميته ده برضو، المونكي بتاع ادم برضو نشف خلاص الحمد لله. بصوا يوم سهل وجميل، وابتديت من بدري، يعني بتحاولوا ان انتوا تبتدوا يومكم من بدري علشان على قد ما تقدروا تخلصوا وتنجزوا فيه حاجات كتير. آم، اليوم ده انا ما عملتش يعني جوزي جه بدري من الشغل، فاحنا اتغدينا. بصوا هو يعني كان بالنسبه لي انا كان فطار وغدا مع بعض يعني، عملنا الوجبتين خليناهم في وجبه واحده. بس يعني ال اليوم ده احنا اتغدينا. هوريكم دلوقتي اللي احنا اتغديناه، كان عباره عن فول وبطاطس محمره يعني مشينا اليوم بالحمد لله باللي موجود، ويعني رضا. الحمد لله الحمد لله، يعني كل ما يبقى في بيتكم اكل وقادرين ان انتوا تاكلوا. عملنا طبعا كوبايتين شاي بالنعناع كده يظبطوا المزاج، وده الثبات بتاع العيش. وعملنا بيض مسلوق زي ما انتم شايفين، وطبق سلطه كده محترم، وجبنا قريش بالطماطم، وعملنا بطاطس محمره، وكان عندي واحده بتنجانه كده اللي هو البتنجان العروس ده، عملته بتنجان، عملته بابا غنوج، وفول بالطحينه، وعملت كمان عسل بالطحينه. بس كده ده اليوم بتاعي، وده الغدا والاكل بتاعنا. هو حاجه بسيطه طبعا، بس الحمد لله الحمد لله يا رب رضا على كل يعني نعمه موجوده في بيتنا. بس كده قعدت بقى انا بمزاجي خالص بعد ما خلصنا بقى الفطار، جبنا بقى كده فاكهه، وقعدنا بقى شويه في البلكونه النظيفه اللي احنا نضفناها مع بعض الفيديو اللي فات على طول. وقعدت بقى انا وادم، قعد كان بيجيب اللعب بتاعته يجي بقى يلعب جنبي، وانا كنت قاعده بقى شويه كده بستجم مع نفسي في البلكونه. فبس كده ده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان شاء الله ان اشوفكم في فيديو جديد، مع على الف خير يا رب، مع الف سلامه.